أهلين بالحلول. لو انت من الناس اللي ولدت قيصري لكن دايما في سؤال في بالها، يا ترى انا استعجلت؟ يا ترى لو صبرت شويه كمان كان ممكن اولد طبيعي؟ يا ترى السبب اللي الدكتور قالهولي كان كافي ولا كان بيزحلق كل الولادات بتاعه الاسبوع عشان يطلع يصيف؟ ما هو مستحيل ما يكونش في سبب، اكيد في حاجه غلط. ما هو زمان جداتنا كانوا كلهم بيولدوا طبيعي، يعني الحاله اللي كانت زي يعني كانت هتعمل ايه؟ اكيد كانت هتولد طبيعي. لو الاسئله دي او غيرها بتدور في بالك فالفيديو ده ليكي. دي مسج جات لي من واحدة من الحوامل الأعزاء عليا قوي جدا. في البداية بشكرها انها سمحت لنا ان احنا نشارك المسج بتاعتها. هسيبكم مع المسج تقروها، ولو سرعة العرض سريعة ممكن نعمل بوز للفيديو ونتقابل بعد المسج. صحيح نسيت اسألك، شربتي مية كفاية النهاردة؟ اول ما شفت المسج دي اول حاجة جت في بالي قلت يبدو ان انا وزملاء كتير في مجال النساء والولادة من اطباء، تمريض، قابلات، مثقفات، صحيات، كلنا جددنا النية على التوعية وتصحيح افكار ومخاوف كتيرة عند الحوامل تخص الولادة الطبيعي. المخاوف دي ومعاها بعض عوامل تانية تسببت في زيادة معدلات الولادة القيصرية في مصر الى ما يقرب 50%، وفي بعض المحافظات كمان تخطت 65%. انت ساكن فين؟ انا ساكن في القاهرة. انت ساكن من مصر؟ يعني انت من مصر؟ زي البحيرة لا؟ في حين ان المعدلات المقبولة للولادة القيصرية عالميا حوالي 21%. للأسف واضح ان حصل مبالغة كبيرة جدا في تمجيد الولادة الطبيعية، وفي المقابل انتاج افلام رعب في عقول السيدات من الولادة القيصرية، وبالتالي رفع سقف طموحات الولد الطبيعي بانها بتحس انه لا مش هو ده اللي كنت مستنياه. انا اتقال لي هتولدي طبيعي من هنا وهتقومي تمسكي العيل في ايد وتطبخي بايد وتنشري الغسيل برجليكي وعالج بقى في ترومات ما بعد الولاده الطبيعيه. الجهه التانية اللي ولدت قيصري، انا ليه ما ولدتش طبيعي؟ لو ولدت طبيعي كان زماني زي الحصان. ايوه بالظبط، هو نفس الحصان اللي جريتها الوالده طبيعي تايه منها وبتدور عليه. كان زماني من اول يوم مش ماشيه بمسكنات. وعالج يا ابني في ترومات ما بعد القيصريه. كفايه رغي بقى ونرجع لموضوع الرساله تاني. اولا شكرا لانك فكرتي تشاركي مشاعرك معايا. عارفه ان انتي عايشه بين مشاعر متناقضه مش دايما عارفه تعبري عنها، وعندك تساؤلات مش لاقيه لها اجابه، وحاسه انك لو كنتي عملتي اكتر من كده كان ممكن ولادتك تكون طبيعي زي ما تمنيتي، رغم ان انتي كنتي مستعده، ذاكرتي، حضرتي، اتحركتي، اتمرنتي، اخدتي بكل الاسباب، برضو ولادتك كانت قيصريه وفضلتي تسالي نفسك ليه ده حصل. خلينا قبل ما نسترسل في الشرح نتفق على نقطتين مهمين أوي. لو حاسه ان انتي مقصره بالرغم من اخدك لكل الاسباب الممكنه، فالاهم من التحليل والاسباب لازم نشتغل على جزء مهم جدا وهو الرضا عن اختيارات ربنا لينا. النقطة التانية خليني أفكرك بحاجة مهمة أوي. الدنيا دار مشقة وابتلاء، ولقد خلق الإنسان في كبد. مفيش حاجة مثالية ومفيش ولادة مثالية، سواء كانت طبيعية أو قيصرية كله له ضريبة. كل واحدة فيهم ليها مميزاتها وعيوبها، كمان زي ما كل حالة مختلفة ممكن تبقى تجربتك انتي الشخصية مختلفة عن كل تجربة في كل ولادة سابقة. فمفيش حد خالص يقدر يقول ان الولادة الطبيعية بيرفكت ليا ولغيري كلنا طول الوقت، ولا ان الولادة القيصرية بيرفكت ليا ولغيري كلنا طول الوقت. نفند بقى أهم الأفكار المشتركة اللي بتصاحب النوع ده من تروما ما بعد الولادة. أول سؤال، إيه الكم الهائل ده من القيصريات؟ لسه حالا قايلين إن من المقبول عالميا 21% من الولادات تتم بعملية قيصرية، وده كضرورة طبية أو اختيار آمن. يعني من كل 10 سيدات بيولدوا في 8 هيناسبهم إنهم يولدوا طبيعي و2 هيناسبهم يولدوا قيصري، وده مش لعيب فيهم ولا تقصير أو فشل منهم ولا خداع أو غش أو نصب من دكاترتهم. طيب النقطة التانية، جداتنا زمان كانوا كلهم بيولدوا طبيعي، ما كانش في حاجة اسمها قيصري. الحقيقة ان المثال ده لازم يتاخد كباكج كامل، مميزات وعيوب. ناخد نسبة الولادات الطبيعية اللي كانت ما تقارب 100%، لكن ناخد كمان معاها نسبة وفيات الأمهات من مضاعفات الولادة المتعثرة، واللي في أقدم دراسة إحصائية معتمدة كانت دراسة عن عام 1930 في المملكة المتحدة، قالت إن معدل وفيات الأمهات بسبب مضاعفات الولادة الطبيعية المتعثرة في بريطانيا وصل ل 600 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة.
في المقابل عام 2020 كان في الولايات المتحدة وبريطانيا عدد الوفيات 17 ل 18 حالة وفاة لكل 100,000 ولاية. ايوه برضو انا مالي ومال امريكا وبريطانيا سنه 1930 و2020، انا مالي ومال الحاجات دي. اصبري عليا بس، ما هو دي الدراسات الوحيدة اللي معتمدة في الوقت ده اللي نقدر نقارن بيها ما قبل رواج القيصرية وما بعد رواج القيصرية. لا ماليش دعوه برضو، خلينا في مصر. مصر بيحصل فيها ايه؟ اوكي خلينا في مصر. في مصر اقدم دراسة امكن الوصول ليها كانت عن عام 1995. معدل وفيات الامهات وقتها 174 حالة لكل 100,000 ولاد. سنة 2020 يعني بعد رواج القيصرية الى حد ما انخفض معدل وفيات الامهات بشكل كبير ووصل ل 54 حالة لكل 100,000 ولد. من بعد 2020 مفيش بيانات نشرت، يعني من 2020 ل 2025 مفيش بيانات احصائية نشرت، لكن من كل كام سيدة ولدت سمعتي بوفاتها بسبب مضاعفات ولادة في المحيط اللي حواليكي. انتهينا من نقطة الوفيات، نيجي لنقطة المضاعفات. أعاذكم الله من هذه وتلك. مضاعفات زي نزيف ما بعد الولادة واللي كل دكتور نسا بيعتبره كابوس النسا والتوليد. 80% من أسباب نزيف ما بعد الولادة هو ارتخاء عضلة الرحم. أسباب أشهرها إجهاد عضلات الرحم مع الولادات المتعسرة وطول فترة الولادة اللي بنسميه النزيف الارتخاء. ده بيحدث نتيجة لعدم قدرة عضلة الرحم على الانقباض بشكل كافي بعد الولادة. ايه انقباضات ايه اللي بعد الولاده؟ هو لسه في انقباضات تاني؟ مش الانقباضات دي اللي هي الطلق وخلاص انا ولدت؟ يؤسفني أقولك أيوة محتاج ينقبض، وبقوة قد تكون أكبر كمان عشان تخليه في حالة انقباض دائم مش متقطع زي اللي كان بيحصل وقت الطلق. ليه بقى؟ بص يا ستي، تدفق الدم للرحم الغير حامل بيكون حوالي 50 ل 190 ملي في الدقيقة. ده كافي بس يدوب لتغذية بطانة الرحم أو تكوين الدورة الشهرية. أما الرحم الحامل فتدفق الدم بيزيد تدريجيا لحد ما يوصل حوالي 600 إلى 700 ملي في الدقيقة في نهاية الحمل، وده اللي بيساوي تقريبا 10% من الناتج القلبي للأم. يعني في خلال 10 دقايق القلب بيكون ضخ دم الجسم كامل للرحم. دلوقتي كان عندنا بيت فاضي مفيهوش سكر. شركة المية كانت موصله له خرطوم مية صغير على قد احتياجات رش الجنينة كل شهر. طيب البيت ده اتسكن والسكان كل شهر بيزيدوا واحتياجاتهم من المية كمان بتزيد، فشركة المية مضطرة تنديلهم مواسير اكتر في العدد واوسع في القطر. المواسير دي هتدخل من خلال اسوار وحوائط البيت. المواسير دي داخل البيت هتدلدق ميه كده وخلاص؟ لا طبعا، المواسير دي هتتجمع مع بعض وتصب لموتور الميه ومنه للفلتر واللي من خلاله هتتوزع الميه على السكان. ده بالظبط اللي هيحصل مع الرحم عشان يستقبل حوالي 15 ضعف كميه الدم اللي كانت بتوصل له قبل الحمل. هيزود عدد وقطر الاوعيه الدمويه اللي داخله تغذيه. الاوعيه الدمويه دي بتدخل من خلال انسجه عضلات الرحم وصولا للمشيمه، ومن المشيمه تتوزع على احتياجات البيبي. طيب بعد الولادة وبعد ما المشيمة دي تنفصل، الموضوع هيكون أشبه ما يكون إنك كسرت الموتور وشلته والخراطيم اللي كانت جايباله المية لسه بتضخ نفس الكمية. اللي هيحصل إنك هتقفل على الخراطيم دي علشان تمنع إن البيت يغرق من الداخل، وده بالظبط المطلوب من الرحم بعد انفصال المشيمة عشان يمنع حدوث نزف من الأوعية الدموية اللي كانت بتصب في المشيمة. هيقفل على الأوعية دي بعضلاته ويعتصر عليها علشان يمنع نزف الدم منها، لأن الأوعية الدموية اللي داخلة الرحم دي لو فضلت تضخ الكميات المهولة دي من الدم كان لا قدر الله تصفي دم الأم كله في خلال دقايق. لسه من شوية قايلين إن القلب بيضخ تقريبا 10 كمية الدم بتاعة الجسم كله للرحم كل دقيقة. يعني في خلال 10 دقايق ممكن دم الأم كله يتكب جوه الرحم. طيب ماذا لو كان الرحم مجهد وخارج من ماتش ملاكمة استمر 20 ل 30 ساعة أو أكتر؟ هل هيقدر يحافظ على الانقباض ده بنفس القوة دي اللي تقفل أوعية دموية بالحجم ده؟ للأسف جايز ما يقدرش يكمل المجهود العنيف ده بسبب الإجهاد أيا كان سببه. فالأوعية الدموية اللي انفصلت عن المشيمة قريب دي هتكمل دفع الدم ولكن لداخل تجويف الرحم. لو كانت السيدة دي محظوظة فالدم هينزل من الرحم ومنه إلى قناة المهبل ومنه يخرج خارج الجسم فيعبر عن نفسه ويتعرف إنها بتنزف فيتم إسعاف. قلتي لو كانت الست دي محظوظة، هو في سيناريو أسوأ من كده كمان؟ للأسف في السيناريو الأسوأ إن الرحم اللي كان لسه من شوية شايل طفله مشيمة ومية وتجويفه قادر يتمدد ويتسع لكل الحاجات دي، يقدر برضه يتمدد تاني ويتسع لكميات مماثلة لكن من الدم اللي بتصب جواه، وقبل ما يتعرف إنها بتنزف تكون فقدت من الدم ما يفقدها حياتها. ترى في وقت زي ده القيصرية كانت هتبقى نجاح ولا فشل؟
وهل الإصرار على استكمال الولادة الطبيعية في حالة زي دي إعمالا بمبدأ كله بيولد طبيعي زي أيام زمان يعتبر ده نجاح؟ أهلا وسهلا فيكم بعالي أتحدث نجاح بني حمد. مضاعفات تخص الكواليتي اوف لايف، يعني مضاعفات لا تسبب الوفاة لكن تؤثر على جودة الحياة. أولا جروح وتمزقات منطقة العجان خصوصا من الدرجة الثالثة والرابعة. وفقا لأكثر المصادر دقة في مجال النساء والتوليد، فإن نسبة حدوث التمزق العجاني من الدرجة الثالثة أو الرابعة في الولادة الطبيعية من 2 إلى 11% من مجمل الولادة. من 2 ل 11؟ ايه الرينج الواسع قوي ده؟ ايه النسبة الغير دقيقة خالص دي؟ اقول لك يا ستي، الرينج الواسع ده بسبب تداخل عوامل كتيره زي نوع الولاده، اذا كانت اول مره او ولاده متعدده، استخدام ادوات زي الشفاط او الجفت، وزن الجنين، طبيعه جلد الام وقدرته على التمدد. والمتوسط الأقرب للواقع في معظم الدول اللي بتسجل بدقة زي المملكة المتحدة أو السويد هو من 3 ل 6%، يعني حوالي 1 من كل 10 نساء من اللي بيتعرضوا للتمزق من الدرجة الثالثة أو الرابعة بيعانوا من سلس البراز أو الغازات بعد الولادة. النسبة دي ممكن تكون أعلى عند غياب التشخيص المبكر أو سوء الترميم أو تأخر العلاج الطبيعي بعد الولادة. ده ايه النكد ده؟ في مضاعفات تانية لسه ما قلتيهاش؟ هو للأسف لسه في حاجات تانية كتير، بس هحاول اختصر قدر الامكان عشان ما نزهقش. ضعف عضلات قاع الحوض. الدراسة نفسها مع غيرها من الدراسات اللاحقة بتشير ان النساء قد يعانين من ضعف في عضلات قاع الحوض بنسبة 20 ل 30% بعد الولادة المهبلية، خاصة في الولادة الأولى أو إذا كان الجنين حجمه كبير أو استخدام الجفت أو الضعف ده بيظهر على شكل سلس بول، إحساس بهبوط مهبلي، صعوبة في السيطرة على الغازات أو البراز. ناس كتير قوي فقدت القدرة على التحكم نهائيا بسبب تمزق وصل لعضلة الشرج، وحياة كاملة اتغيرت، ألم دائم، مشاكل زوجية، اكتئاب مزمن، جراحات متعددة مفيش منها نتيجة أو على الأقل نتيجة غير مضمونة. نيجي لما يخص الأطفال في حقبة كل الستات بيولدوا طبيعي. معدلات وفيات الأطفال أثناء الولادة كانت مرتفعة جدا جدا جدا، خصوصا في حالات تعثر الولادة زي الوضع بالمقعدة، تعثر نزول الكتف، كبر حجم الجنين أو ضيق الحوض بالنسبة لحجم الجنين. أطفال كتير تعرضت لمشاكل صحية خطيرة زي نقص الأكسجين، الشلل الدماغي، والإصابات الجسدية. رغم التقدم الطبي الكبير وإن مفيش ولادة خالية من المخاطر، لسه في وفيات وإصابات ومضاعفات بتحصل، لكن طبعا أقل كتير جدا 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 من زمن ما قبل توافر إمكانيات القيصرية. بعض الدراسات بتشير إن معدل وفيات المواليد قد يصل إلى 20% أو أكتر في بعض الحالات، يعني 1 من كل 5 أطفال كان ممكن يفقد أثناء الولادة. دلوقتي من كام طفل حواليكي سمعتي إنه في طفل توفى بسبب تعثر ولادته؟ للأسف اللي بينجو من الأطفال دول من الولادة المتعثرة كان بيبقى معرض لإصابات دايمة زي نقص الأكسجين أو تأخر عقلي أو شلل دماغي بعد ما انقطع عنه الأكسجين لفترات أطول من اللي يقدر يتحملها المرض. يا ترى لسه شايفة إن احنا فقدنا الميزة الكبيرة قوي في إن كل الستات يولدوا طبيعي؟ هنتكلم سريعا عن بعض الإصابات الجسدية. في إصابات في الأعصاب زي شلل الضفيرة العضدية. الضفيرة العضدية دي اللي هي ضفيرة الذراع، بيحصل غالبا مع حالات شولدر ديستوشيا أو الكتف المعلق، يعني راس البيبي تعدي لكن كتفه محشور ورا مخرج الحوض بتاع مع الشد العنيف، لأن الدكتور مضطر يطلعه في خلال ثواني، في عداد ثواني بيعد عليه، المرس بره والكتف جوه. كل ده وقت البيبي مقطوع عنه الأكسجين، فبيضطر يشد جامد على رقبة البيبي، وده ممكن يسبب شلل دائم اسمه شلل الإربس، عافانا الله وإياكم. رقم 2 شلل العصب الوجهي facial nerve palsy. أكيد شفتي حالات ناس كبار يعني على العصب السابع اللي هو بيبقى نص الوش إصابة أو مش قادر يتحرك العضلات بشكل سليم. ده ممكن يحصل للبيبي وهو بيتولد، وده بسبب الضغط الزيادة على وجه البيبي أثناء الولادة، خصوصا اللي بيبقى متقدم بالوجه، أو استخدام أدوات زي الشفاط أو الجفت. نزيف أو إصابات في الرأس، نزيف ما تحت الجمجمة، دي حالة خطيرة جدا خاصة مع استخدام الآلات في الولادة الطبيعية زي الشفاط والجفت. كفاية الهيماتوما وهي كدمات أو تجمع دموي تحت فروة الرأس، أقل خطورة لكن ممكن يؤدي إلى مضاعفات زي الصفرة الباثولوجية. كسور زي كسر عظمة الترقوة الكلافيكل شائع جدا في الولادات المتعثرة، غالبا بيلتئم من تلقاء نفسه. كسور تانية زي العضد نادرة بس بتحصل في حالات السحب المفرط أو الوضعيات غير الطبيعية. للأسف ليا ذكرى سيئة معاها، أني كسرت عظمة
العضد لطفلة وانا بولدها، لان كان حجم البيبي كبير مقارنة بحجم حوض الام. ووصلت الام وهي فولي، ما فيش وقت ان احنا ندخل قيصرية، فخرجت الراس والكتف على وقتها. كان معايا ثواني عشان اخرج باقي جسم الطفلة قبل ما لا قدر الله تتوفى، او لو عايشة تعيش باعاقة ذهنية او جسدية. كان اقل الخسائر هو كسور العظام، والحمد لله اتجبست بعد ما اتولدت وتلم الكسر بعد كده، والحمد لله سليمة ومعافاة جسديا وذهنيا. احد اخطر المضاعفات برضو لتعثر الولادة الطبيعية هو استنشاق الطفل للبراز الخاص. بيحصل لما الطفل بيتبرز في الرحم وبيستنشق السائل الملوث اللي قد يؤدي الى مضاعفات تنفسية خطيرة ودخول محضن والتهاب رئوي قد يمتد معاه لسنوات من حياته. قبل رواج الولادة القيصرية كانت المضاعفات دي متعارف عليها وبتتشاف كتير. في الزمن الحالي اللي بنشيطن فيه الولادة القيصرية، شفتي كام طفل بملخ ولادة او بالتهاب رئوي مزمن بسبب استنشاقه للبراز داخل رحم مامته، او بكسور في العظام وجبس من اول اسبوع في حياته؟ شفتي كام طفل حصل له تاخر عقلي او شلل دماغي بعد ما انقطع عنه الاكسجين لفترات اطول من قدرة المخ على انه يتحملها؟ كل الحالات اللي بقت نادرة الحدوث دي، حتى ولو كانت لسه موجودة، لكن بنسب اقل كتير جدا من قبل كده، سواء وجودها ده بسبب سوء تقدير لامكانيات الولادة الطبيعية من عدمه، او بسبب اصرار الحالة او اهلها على استكمال الولادة الطبيعية بأي شكل كان، رغم تحذير الفريق الطبي ظنا منهم انه الدكتور عاوز يستسهل يقبض القرشينات ويروح ينام، واسباب اخرى قد يكون لا يمكن التنبؤ بيها او تفاديها. قفشتك انت طبعا جايه تلعبيني من الطبيبي عشان تجرجريني القيصري، مش كده؟ انا عارفه حركات الدكاتره الموتي دول. يا ست الستات والبنات والحلوات، احنا اتفقنا ان احنا في دار كمد، وان مفيش ولادة بدون ضريبة. اديني فرصتي بس وانا هسد نفسك تماما عن القيصرية كمان. والله دمي خفيف، يخرب بيتك يا فواز، عسل عسل. بس دي عايزة لها قعدة تانية على رواقة بقى عشان ما اطولش عليك. لو مستنيه اقول طولي مش هقول طولي. اوكي، هطلع احسن منك واقول لك سمري الفيديو. الولادة الطبيعي مش احسن من القيصري ولا العكس، كل واحدة فيهم ليها ضريبة وكل جسم له ظروفه وكل حالة وليها تفاصيل. اسعي طبعا للولادة الطبيعية وخدي بالاسباب، لكن دايما خلي عندك خطة بديلة، بلان بي. وبعد السعي سلمي امرك لله وتأكدي دائما ان الخيرة فيما اختارت. بعيدا عن الهزار، اتمنى يكون واضح ومفهوم جدا ان الفيديو مش الغرض منه التخويف من الولادة الطبيعية. الغرض الوحيد من الفيديو هو تأكيد على نقطة ان الولادة مش اختبار للجدارة، الطبيعي مش شهادة جودة، ولا القيصري دليل ضعف. اللي بيولد بالسلامة هو اللي نجح، مش اللي بيولد بطريقة معينة. الرضا ما بيجيش من نوع الولادة، الرضا بيجي من فهمك لحكمة ربنا فيه. كل ميسر لما خلق له، وانتي كنتي قدها في كل الحالات. ولو جه على بالك تاني نفس السؤال، اسألي نفسك هل انا فعلا قصرت، ولا بس انا محتاجة اكون ارحم شوية بنفسي. ولو وصلتي لحد الجزء ده من الفيديو، شكرا جزيلا على حسن استماعك، و stay safe. فوتكم بعافية.